أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم عالم الفن. النهاردة هنتكلم عن الفن والفنانين وكيف تصنع نجم. هيكون معنا منتجين ومخرجين كبار هيكلمونا عن كل الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا الاعزاء، استاذ منتصر كمال. اهلا بك يا كارم. الفنان محمد حجازي. اهلا وسهلا. الفنانه امنيه بدير. استاذ منتصر كمال، اهلا بيك. حضرتك طبعا منورنا في برنامجنا عالم الفن. انا مبسوط معاك يا فنانه جميله كارمه واعلاميه اللي متالقه ما شاء الله عليكي. ربنا يخلي حضرتك. ازاي حضرتك بتقدر تعمل سبوت على الوجوه الجديده؟ والله هو الموضوع بيبقى يعني متركز اكتر حاجه على الموهبه، لان الموهبه جزء لا يتجزا من الانسان، يعني لو مفيش حد عنده الموهبه اكيد مش هيلفت نظري. اكيد طبعا. فالنهارده لما بعمل ميتنج واشوف فيه حد عنده الاداء والاقيه مش عارف يوصل اداء كويس، هنا بنحطه في ورشه عمل او ورشه تمثيل عشان يقدر يأدي كويس. هل في عائد مادي لحضرتك لما بتدرب الفنانين عشان يقود المشهد صح؟ والله انا بعمل ورشه مجانيه اللي بساعد بيها الشباب، ومش كل الناس معاها فلوس. الفنان محمد حجازي، ازاي اكتشفت في حضرتك الموهبه ومين دعمك عشان تنميها؟ والله انا من وانا صغير كنت بحب اتفرج على الافلام والمسلسلات، ولما كنت بتفرج على العمل كنت بحس ان انا البطل بتاع العمل ده، فمن هنا لقيت نفسي يعني. طيب نفسك تشتغل مع مين؟ مع المخرجين الكبار ومتابع اعمالهم الفنيه؟ المخرج الكبير طبعا محمد النوالي، لان دايما بيصنع اعمال ناجحه واعمال ليها طبعا يعني اعمال فيها حاجه كويسه جدا بتنفع الناس يعني. استاذه امنيه، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله.
ازاي اكتشفتي في نفسك الموهبه ومين دعمك عشان تنميها؟ والله انا اكتشفت الموهبه من وانا في ابتدائي. كنت دايما في نشاط كده في المسرح. كنت بدخل فيه وبنعمل حفلات عيد الام وكده، بس الموهبه الحقيقيه من والدتي، لان انا كنت بعمل فيهم مقالب كتير في البيت وبقلد، ويجيبوني من تحت السرير مره، من الدولاب مره، اعمل ان انا تايهه اصلا وانا عند الجيران ويدوروا والبوليس يجي والكلام ده كله، فقالوا خلاص دي ممثله درجه اولى. طيب نفسك تشتغلي مع مين من المخرجين الكبار وايه الاعمال الفنيه اللي متابعاهم ليهم؟ المخرجين الكبار طبعا الاستاذ محمد فاضل، ده ابويا وحد محترم جدا. واخر حاجه عملها طبعا الضاحك الباكي اللي قلب بيه الدنيا. واللي انا نفسي اعمله ان انا اقدم حاجه انا حباها، لان انا طبعا بين حاجتين، بين ان انا بقدم المحترم قوي وبقدم اللي هو اندر جراوند قوي، فاهماني؟ فانا عايزه اقدم حاجه مختلفه، حاجه توصل للناس بسرعه، حاجه شبهي لوني انا. استاذ منتصر، حضرتك بتحس بايه لما بتصنع نجم كبير وبتشوفه بيكبر قدام عينيك؟ طبعا صناعه النجم لما يكون لسه مبتدئ وانت بتدربيه وانت بتمسكي ايده عشان يطلع لبر الامان ويحقق حلمه ويكون نجم كبير، طبعا ده مش بالسهل، بس اكيد بيقابله شويه صعوبات، اللي هو ايه؟ اللي هو لسه اول مره يخش المجال وفي حاجات كتير اكيد مش فاهمها، فاحنا بنضطر نفهمها له، ومع الوقت ستيب باي ستيب بيبدا يفهم ايه خطوات الفن. وطبعا انا بوجه رساله ان لكل انسان عاوز يخش الفن يخش من خلال نقابه المهن التمثيليه، لان دي الحاجه الوحيده اللي فيها مصداقيه في الوطن العربي بالنسبه للفن يعني. استاذ محمد حجازي، تقول ايه لكل موهوب نفسه يحقق حلمه ويوصل زي حضرتك؟ اقول له اسعى، حاول توصل تحقق حلمك، ولو شايف نفسك عندك الموهبه يبقى لازم تخش ورشه تمثيل مع حد كبير يطلع الطاقه اللي فيك وينميك يعني. فنانه أمنية، هل الفن بالنسبه لك شهره وفلوس ومجد، ولا رساله بتحبي تقدميها للناس والمجتمع؟ لا طبعا، هو الفن رساله مش شهره خالص. حتى الناس اللي بتدخل عشان الشهره دي بتطلع ترند كده فتره وبعد كده هوب تقع، ترند وبيخلص. فالفن ده حاله احنا بنعيشها، ده يعني حياه تانية انا بقدمها. ممكن اطلع ممرضه، ممكن اطلع مدرسه، يعني حاله كامله جوه حاله انا عايشاها، فطبعا هو فن. أمنية، ايه اخر اعمالك الفنيه واقربهم لقلبك؟ اخر اعمال الفنيه انا قدمت فوازير مدام منيره افندي العابد زمان، كان مع الفنان اسامه عبد الله، اخراج احمد صالح. اقرب حاجه لقلبي طبعا دور زينات صدقي اللي انا قدمته على مسرح الهناجر، فده بالنسبه لي اداني دفعه كبيره قوي. تقدري تمثلي لنا مشهد منه؟ تمام معاكي. ايه يا فوزي مالك؟ ايه مالك مسروع كده ليه؟ ايه عندك 6 رجاله عشان وظيفه السكرتاريه؟ اوعى منهم حد يفرد من ايدك على الكوافير وجايه لك حالا. برافو عليكي. ميرسي يا حبيبتي. هل موهبتك الفنيه كانت بالفطره ولا دخلت ورشه تمثيل عشان تنمي موهبتك؟ لا، كانت بالفطره طبعا، وبعدها فكرت وقررت اخش مسرح تمثيل سينما، ولان المسرح ده ابو الفنون. اكيد طبعا. حضرتك تقدر تمثل لنا مشهد منه؟ طبعا. اتفضل. انت عاوز تتجوز بنت عمي؟ اصحى لنفسك وفوق، ما عندناش بنات تتجوز بره العيله، اني واد عمي اولى بيها، كان على الديون فانا سددت، جيت تاني مش هيكون كلام، لا هقتلك، وساعتها مش هيكون لك دية. اسمع يا عمي، الكلام خلص، وبنتك انا اولى بيها من الغريب. هايل، برافو. استاذ منتصر، تحبي تقول ايه لكل موهوب عايز يحقق حلمه؟ احب اقول لكل موهوب عاوز يحقق حلمه اسعى انك انت تشتغل على نفسك، شوف الطريق الصح، قدم في النقابه زي ما قلت لك لان هي خير الطريق لاي وجه جديد، دعم نفسك انك تشتغل ورشه مع حد كبير وهو هياخد ايدك ان شاء الله بره الامان، وللتواصل مع المنتج منتصر كمان من خلال ارقام موجوده على الشاشه، وهقف جنب كل انسان موجود ان شاء الله. بشكر ضيوفنا الاعزاء ونتواصل بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا الجداد منورين. بنور. استاذ محمد الشرقاوي، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. فنان صالح الحر، اهلا وسهلا بحضرتك. فنانه مريم جمال، منوره. ونورك. استاذ محمد، مين اللي اكتشف في حضرتك الموهبه ودعمك عشان تنميها؟ وانا في سن 10 سنين، في المدرسه، في البيت، في الشارع، في اي مكان، كنت بعمل حاجات محدش يستحملها. فالحمد لله والدي ومامي وبعض من الناس قالوا لي لا انت تنفع مشروع ممثل كويس وجرب خش ورشه تمثيل. فالحمد لله ربنا كرمني ودخلت ورشه تمثيل مع استاذ منتظر كمال. صالح، ازيك؟ اهلا وسهلا. مين اكتشف فيك الموهبه يا صالح؟ اخويا يعني شافني كذا مره وانا يعني بعمل مشاهد قدام المرايه وزي كده، مشاهد دراميه، مشاهد كوميديه، وفي نفس الوقت قال لي اساعدني ان انا اوصل والمسرح، وطبعا المسرح ابو الفنون. استاذ محمد، نفسك تشتغل مع مين من المخرجين الكبار ومتابع ليهم اعمالهم الفنيه؟ والله 2 من المخرجين محبوبين لقلبي، استاذ حسني صالح ومتابع بعض اعماله، خلف الله وبنت القبائل، استاذ بيتر ميمي متابع الاختيار. اكيد طبعا نجوم كبار. صالح، نفسك تشتغل مع مين من المخرجين الكبار ومتابع اعمالهم الفنيه؟ طبعا المخرج الكبير محمد سامي، وهو اللي متابع له على طول مسلسلاته يعني اللي بيعملها. نفسي اشتغل معاه فعلا حقيقه. مريم، اتفضلي. ازاي بداتي تحققي حلمك؟ هو انا كنت بسعى ان انا حلم من زمان ان انا امثل، فسعيت ان انا اعرف مخرجين، فهم قالوا لي اشتركي في ثقافة اسيوط لان انا كنت في اسيوط اولا. فابتديت في المسرح 4 سنين، درست مسرح، ولما ربنا اراد جيت القاهرة، عرفت مخرجين تانيين الاستاذ منتصر، وابتديت اسعى انزل كاستنج واوديشنات، ونزلت في مسلسل ريفو وكذا حاجة. مين اكتشف فيك الموهبه؟ هو انا كنت مع الشله اصحابي وكده، فبعمل عليهم موقف كده وبقول لهم حاجه فهم صدقوا، فمن يومها وهم بيقولوا مريم الممثله. صالح، الفن بالنسبه لك شهره وفلوس ومجد ولا رساله فنيه حابب تقدمها للناس والمجتمع؟ رساله فنيه نقدمها للمجتمع ويكون تراث لاجيالنا الجايه. استاذ محمد، ايه اكتر عمل فني متعلق بيه ونفسك تشتغل تاني مع الكرو تاني؟ والله انا عملت مسرحيه لذوي الاحتياجات الخاصه، واتمنى من ربنا ان ربنا يكرمني واقدم حاجه احسن واحسن واحسن للناس دي مع كرو العمل، مع نفس كرو العمل. طيب تحب تقول ايه لكل موهوب نفسه يحقق حلمه ويوصل زيك؟ اشتغل على نفسك، اختار صح، منتج فني صح، مخرج صح، هم اساس العمل. اكيد طبعا. صالح، عرفنا ان انت بتعرف تقول قصايد وشعر وكده، صح فعلا. ممكن تقول لنا حاجه؟ تمام. يقول ما هو خطاك انك تكبر علينا، هذا خطانا يوم فوق حجمك عطيناك، حنا على طيب التعامل تربينا، والطيب ما يصلح لمثلك شرواك. برافو. مريم، هل الفن بالنسبه لك شهره وفلوس؟ لا مش شهرة خالص، هو انا كنجاح وان انا اقدم رساله للمجتمع يعني تفيدهم. عرفنا بقى ان انت عندك موهبه تمثيليه فضل. ممكن كده مشهد؟ انا مش هبقى مسجونه في البيت ده، انا مش عاوزه جتي تتدبل زي ما دبل جتاتكم، وشي ينطفوا منه نور جميل في اوضه بيتنا المضلم، وبكره هلبس فستان الاخضر وهنزل واتفسح في شوارع النجم. انا مش عاوزه البيت الكئيب ده، انا عصفوره ومحبوسه في قفص، وحبس العصافير حرام. العصفور ربنا خلقه عشان يطير فوق الشجر، فوق رؤوس الخلق، فوق في السما، وانا ربنا خلقني عشان اطير والبس واحب واتحب واحس اني بنوته، من حق احس بنوته. والله العظيم انا بنوته وعاوزه اهج من عقد الحزن اللي شبك في رقبتني. برافو عليكي. استاذ محمد، ممكن تمثل لنا مشهد؟ ممكن. انت جاي بعد كل السنين دي كلها عشان بابا اتجوز مامتك تقول لي انا عايز في الميراث؟ انت مين؟ انت عملتي ايه؟ انت عملتي ايه في ميراثك؟ انت عملتي ايه؟ هاتي حاجه واحده انت عملتها وتعالى انا هكتب لك نص الميراث اللي انت بتقول عليه. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا فندم. برافو عليك استاذ محمد. شكرا. صالح،
ايه الجديد مع استاذ منتصر؟ داخل معاه ان شاء الله فيلم سينمائي واعلانات. استاذ محمد، ايه اللي داخله جديد مع استاذ منتصر؟ والله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله في سباعيات، في فيلم سينمائي، في مجموعه اعلانات، وان شاء الله القادم احلى والجديد شديد بامر الله. شكرا استاذ محمد. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا الجداد. استاذه زينب عبيد، ازيك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ نور عبد العزيز، اهلا بيكي. امجد روماني، اهلا وسهلا. منورني. ده نورك. تنور حضرتك يا فندم. استاذه زينب، ازاي اكتشفتي الموهبه في نفسك؟ مين دعمك ان انت تنميها؟ استاذ منتصر، هو الفضل يرجع ليه، هو اللي سند معايا ووقف جنبي. استاذه نور، مين اكتشف فيك الموهبه؟ استاذ منتصر ما شاء الله عليه اكتشف الموهبه بتاعتي. دايما كنت بقف قدام المرايه وبعمل ادوار وكده، فلقيت نفسي ان انا يعني عندي موهبه وكده، واستاذ منتصر ما شاء الله عليه نمالي الموهبه بتاعتي. استاذ امجد، اهلا وسهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ تمام. مين اللي اكتشف فيك الموهبه؟ استاذ منتصر المنتج الفني العظيم. منتصر كمان اشتغلنا مع بعض كتير وعملنا اعلانات كتير مع بعض. استاذه زينب، نفسك تشتغلي مع مين من المخرجين الكبار؟ طبعا استاذ ميدا، لان هو صديق غالي عندي وبحب اعمله جدا ومتابعاه، واستاذ حمائي، دول اهم ناس، وطبعا استاذ محمد سامي. يعني مخرجين كتير طبعا معروفين في المجال طبعا، وسمعتهم معروفه يعني. طب تحبي تقولي ايه لكل موهوب نفسه يحقق حلمه؟ خليك ورا حلمك
وخلي عندك امل وانت هتوصل، ما تيأس. نفسك تشتغلي مع مين من المخرجين الكبار؟ استاذ محمد سامي، نفسي اشتغل معاه. طب بجد تحبي- بيعمل مسلسلات حلوه ويعني هادفه بجد. هل الفن بالنسبه لك شهره وفلوس ولا رساله فنيه تحبي تقدميها للناس والمجتمع؟ اكيد اول حاجه هو اكيد رساله، وبعد كده بتيجي الشهره، وبعد كده الفلوس. أمجد، هل موهبتك الفنيه كانت بالفطره ولا دخلت ورش عشان تنميها؟ لا، هي بتبقى موهبة وانت بتحاولي تنميها من خلال الورش. هل في حد بيقف جنبك ولا لا؟ هل في حد بيدعمك ولا لا؟ فطبعا احنا لقينا ده مع استاذ منتصر كمال. ايه الاعمال الفنيه الجديده اللي داخلها مع استاذ منتصر كمال؟ هو لسه حاليا بيعمل اعلانات وافلام مرشحني انا فيها. ده يعني الاخباريه اللي جات لي بس، لكن ايه اللي هنعمله او ايه اللي هنخشه حاليا او ايه اللي بنصوره لسه محدش يعرف. نفسك تشتغل مع مين من المنتجين والمخرجين الكبار؟ استاذ خالد يوسف طبعا، محمد سامي، استاذ شريف عرفه، كل دول مخرجين كبار. ايه الاعمال الفنيه الجديده اللي داخلها مع استاذ منتصر؟ هو بصراحه دلوقتي بيحضر لاعلانات وافلام، شغل جديد. بس يعني مع استاذ منتصر كمال انا لما بخش مع شغل ما ببقاش خايف بصراحه، لان هو فعلا منتج فني عظيم بجد. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع البراعم الجميلة اللي عندهم الموهبة. ازيكم؟ رامي هاني، أحمد جمال، نور أحمد، عاملين ايه؟ كويسين. رامي، مين اللي اكتشف فيكي الموهبة يا رامي؟ عمته وتيتا. أحمد، مين اللي اكتشف فيكي الموهبة؟ بابا.
تدرس يا احمد؟ اه سنه كام؟ سنة رابعة. عشان أنا في سنة رابعة وبنزل ورشة مع بابا يا نهار ابيض. بنزل ورشة مع بابا وأنا أشطر سمكرة في مصر وأنا عاوزة أمثل زي محمد رمضان وعاوزة أمثل مع محمد رمضان عشان الأكشن والحاجات اللي هو بيعملها معايا. برافو عليك. مين اللي علمك مين اللي نزلك الورشه؟ بابا. اتعلمت وبقيت شاطر بقى وكده؟ اه. برافو عليك. رامي ازيك؟ الحمد لله. تعرف تمثل لنا مشهد يا رامي؟ هو مش مشهد بس هو موقف حصل معايا. كنت في المدرسة المستر بيقول لي يا رامي عندك المظاهر. قلت له أنا أحسن واحد في الدنيا، أنا أجمل واحد في الدنيا، أنا أغنى واحد في الدنيا. بابا هو اللي قال كده، أنا مش غبي، أنا رامي. وبعدين المدرس عمل معاك ايه؟ خدت حتة القفا. نور أنا ممكن أمثلك مشهد. مثلي لنا مشهد. بقول لك إيه يا صاحبي، كل الناس بيغنوا الشفايف، إشي عيون، إشي الشعر. وهنا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه الحلقه، وانتظرونا حلقه جديده من برنامجكم عالم الفن.